هذا شاعر العصر نزار قباني اللي وصفه محمود درويش الشاعر الكبير، يقول: الشاعر الذي جعل الشعر بسيطا كالخبز، جعل متداولا، شال من قاموسيته إلى وصنع قاموس للعشاق لذيذ وجميل وموسيقي. يعني أنا واحد من معجبين نزار قباني اللي تربينا وإحنا طلاب مدارس على قصايده. زادني الفخر ووشحني بوسام كبير عندما كان معجبا بموال الغربة اللي كتبته وغناه الفنان الكبير كاظم الساهر، يا دنينتي الحرمتيني، وسمعه وأرسل لي رسالة ومن خلال كاظم أنه بالتليفون قال: أنا سمعت موال الغربة بس أريده بخطك. الله، بخط كريم العراقي. فأرسلته إلى بخطي، وأرسل لي رسالته اللي أنا خليتها مقدمة ديوان طبعته 2001 بالإمارات، اسمه الأغاني وحكاياتها. قال هذا الموال له حكاية معي، ذكرني بسنواتي اللي عشتها في بغداد وزوجتي العراقية اللي استشهدت بلقيس، وعادني لأيام. الرسالة أنا تكلمت عنها بصراحة كثيرا، بس ما معناه رسالة كبيرة من شاعر كبير. يقول فيها: أنت الموال سامعه وتعرفه أكيد. الموال اللي أنا أقول بيه: يا دنينتي الحرمتيني من أهلي وسكنت الغرب من غصبا علي، أدق يا باب واسأل من عليكم، ضعف صبري وزماني خان بي. غريب، كل غريب يتذكر أمي، إخواني، جيراني، والدي، هلي تذكروني الصبح وانتم تفطرون، بعدها صورتي تتوسط البيت، مكان اللي أحبه بعد موجود، حديقتنا بعدها محملة ورود، للمقهى القديمة وشاي أبو الهيل، أنا الناظم للقبة حنيت، أبو ذياتنا، موالاتنا، عتاباتنا بحضن دجلة، الزوارق هاي مطوف ونيران الشواطئ وسمك مزقوف، الله ينتقم منك يا أيام، هل الطيبين ضاعوا مني دي، بيش أعوضهم يا ربي، وأنا قلب الطفل قلبي من يجي براسي هواهم، يحرق ثياب العلي حق لو أضعف، شو أسوي؟ الأرض مو أرضي، الناس مو ناسي، الجو مو جوي، يصير أذل نفسي أنا وأشكي لعدوي. لا يا دنيا، يا دنينتي الحرمتيني من أهلي وعشت بالغربة غصبا علي. أما رسالة أستاذ نزار يقول: كريم أيها الشاعر الجميل، حين وصلتني رائعتك موال الغربة دخلت المطبخ وصنعت شايا عراقيا بالهيل. الله. وأمامي زوجتي العراقية بلقيس بشعرها الطويل الذي كان يحاكي المآذن والقباب، وركضت وراء أيامي في نادي العلوية والأعظمية، وجسر الحديد انقطع من دوس رجلي. الله. وتنسمت عبق بهارات الشورجة وأسد بابل والجبن الأوشاري في أربيل ومقامات النجف. وعندما سألت البقالين الإنجليز عن السمك المسقوف الذي ذكرته قالوا أنهم لا يعرفونه رغم أنهم استعمروا العراق عشرات السنين. هذه ليست قصيدتك يا كريم، إنها قصيدتنا جميعا، نحن المنفيين في الأرض، وليس معنا سوى حقيبة ملأى بالياسمين الدمشقي والرازقي العراقي. فابقى يا كريم مزروعا على شفتي كاظم الساهر، واكتب لنا أحلامنا وأحاسيسنا بأسلوبك الطفولي الجميل. والله يحفظك ويرعاك. لندن 1 أكتوبر 96 نزار قباني. الله، حافظها طبعا، وما قرأتها لك كلها طبعا. الله. وخليتها مقدمة ديواني بخط أستاذ نزار، فكانت وبعدها أرسلت له قصيدة بصراحة، فذني من أنا محتفظ عندي مشروع كتاب، قلت لك يمكن الجزء الثاني والثالث الأغاني وحكاياته، قصة كل أغنية كيف انكتبت وكيف صارت ظروفها. ممتاز أستاذ كريم.